ثم قال الشيخ رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الشيخ رحمه الله قدم بهذه المقدمة في هذه الأبيات الثلاثة. بدأ رحمه الله بالتعريف بنفسه، فعرف بنفسه بأنه راجي عفو ربه السامع سبحانه وتعالى، وهذا استدرارا للبركات من رب الأرض والسماوات، واستمطارا للرحمات، حيث يتودد إلى الله عز وجل ويتوسل إليه بصفة الربوبية وبصفة العفو وبصفة السمع، وهذه من أجل صفات ربنا سبحانه وتعالى. يقول راجي، أي المؤمل والطالب، راجي عفو ربه السامع سبحانه وتعالى، وهذه صفة لهذا المؤلف رحمه الله، وهي صفة لنا جميعا، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بمنه وكرمه. ثم عرف باسمه فقال: محمد بن الجزري الشافعي. محمد اسمه، ابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، فالجزري نسبة إلى الجزيرة التي هي جزيرة والده، منشأ والده رحمه الله، جزيرة ابن عمر، وهذه موجودة الآن يعني على ساحل تركيا، يعني تابعة لتركيا حاليا. فمحمد بن الجزري نسبة إلى هذه الجزيرة. ثم قال الشافعي، وهذا نسبة إلى مذهبه الذي نشأ عليه ودرس عليه الفقه رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كان في دمشق، والمذهب السائد في دمشق في ذلك الوقت المذهب الشافعي. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب أو إلى بلد من البلدان إن كان ذلك من باب التعريف، فيقول فلان بن فلان المالكي، أو فلان بن فلان الجزائري، هذه نسبة إلى مذهب، هذه نسبة إلى بلد. من باب التعريف هذا أمر جائز لا بأس به. أما إذا كان من باب الافتخار والعصبية والوطنية والعنصرية فهذا محرم في دين الله عز وجل. فالله عز وجل خلقنا من آدم عليه السلام، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا سار المؤلف رحمه الله تعالى، وعرف بنفسه بأنه درس على المذهب الشافعي.